بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو بتاع النهاردة هنركب مع بعض خلية التبريد قدام حضراتكم. هنعرفكم الطريقة ببساطة. أول حاجة بنعملها هنا معانا الحامل بتاع الخلية بيركب في المكان اللي احنا هنركب فيه الخلية. بنركب الحامل بنثبته في المكان ده زي ما احنا شايفين، وبعدين بنركب الخلية فوق منه. هنثبت الحامل ونرجع لحضراتكم في خلال لحظات. خليكم معايا تابعوني. هنا انتهينا من تركيب الحامل قدام حضراتكم. هو مسمارين فليشر بيتثبتوا في الحيط على طول. تاني حاجة بنعملها مع بعض، بنجيب الماسورة بتبقى جاهزة جاية مع خلية التبريد، بتشتريها جاهزة بالخرطوم بتاعها وتركبها مباشرة. تخلي الإخرام اللي في الماسورة زي ما احنا شايفين كده تبقى لفوق، وبتركبها هنا كده بالشكل ده، وبنركبها هنا بالشكل ده. وهنا بنركب عليها الصاجة ديت بين المرايتين دول، بين الشفتين دولت بنركبها كده في الداخل عشان المية تطلع من الخرطوم تخبط فيها. دي كده الموضوع ببساطة. بعد كده بنرفع الخلية بتاعتنا على الحامل اللي احنا ركبناه. دي كده الطريقة ببساطة. وبعدين بنحاول نمسك أي مسمار في الخشبة بحيث إنه يمسك معانا من فوق. تمسك بأي حاجة من عندك من فوق. هو كده ثبت معايا وأنا ماشي. دي أول حاجة. كده احنا انتهينا من تركيب الخلية. هنا بعد ما انتهينا من تركيب الخلية زي ما احنا شايفين وثبتناها بمسمارين من فوق، ولسه برضه هنكمل تثبيت ولسه هنقفل الجناب ان هي ما تدخلش اي هوا. لازم نقفل المكان كويس، وحتى في السقف برضه المكان لازم يتقفل. وده الشفاط في الجهة المقابلة اهو قدام حضراتكم، لازم يتقفل برضه حوالين منه بطريقة كويسة، والابواب بتقفل وكل حاجة بتتقفل. هنا بقى نيجي بعد كده معانا للموتور بتاع الغاطس. هنا بنجيب الجردل بتاعنا وبنحطه تحت ماسورة الصرف على طول، وبعدين بنوصل الخرطوم بتاعنا. ده الخرطوم بتاعنا اهو. ده الخرطوم زي ما احنا شفنا، الفتحات بتكون لفوق. بنوصلها اهوت بالشكل الصحيح. نوصلها قدام حضراتكم. وهنا زي ما احنا شايفين بنوصل الخرطوم، بنوصله مع بعض في قلب الغاطس. هنا الغاطس اهو، بنوصل الخرطوم في قلبه، وبننزل الغاطس في الجردل، وبعدين بنوصل الكهرباء. الغطس اشتغل اهو، بيرفع ميه قدام حضراتكم اهوت في الخرطوم. اهو زي ما احنا شايفين. طبعا يعني في لحظات من العملية التشغيل، وبتلاقي المكان بيرطب معاك في ثواني، ما بياخدش وقت كبير. بس احنا كل اللي هنعمله اللي احنا لازم نقفل الأوضة كويس. دي الطريقة ببساطة اهيت زي ما احنا شايفين. هنا زي ما احنا شايفين الصرف بيرجع تاني على البرميل. طبعا المية ما بتحتاجش تزودها لان هي شغالة اوتوماتيك. المية اللي بتطلع بتنزل مكانها تاني. وما تنساش طبعا تقفل لوحة التبريد بالشكل دوت عشان ما تسربش اي مية. ده شرح تركيب الخلية معانا بكل سهولة، طريقة سهلة جدا
أرجو يكون استفدنا من الشرح. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله.